هو تمام. هو بس في سؤال اخير كده، كويس ان في حد سأله. ده هيكون مم. موجه للدكتور احمد عرابي، لان هو اللي عمل الموضوع ده. كان في حد بيسأل ان انت ممكن تاخد سنة في الصيام، وممكن تاخد مم. سنة في بلدك او في سنة في بلد تانية في كل فعرابي. ده كل الصيام، في كل انا الصيام. يعني انا وكان قصدي الوحيد اللي خد متاح ليك التجربة الاوبشن فينا. ده، كان متاح ليك الاوبشن ده، لان السنه الاولى بتبقى انت لازم امبريدنسيال هناك في فرنسا، فيس تو فيس في اسبانيا، لازم تكون موجود. السنه الثانيه بيديك اختيارين. الاختيار الاول انا هرشح لك مجموعه من البروجكت لو انت جبت السكور يعني. وكمان في حاجه عملوها السنه دي جميله قوي، كويس انك سالتني، هقولها لك دلوقتي. بيرشح لك مجموعه من البروجكت، انت جبت سبعه فانت ضامن انك تيجي السنه الثانيه. البروجكت دي مثلا احنا عددنا كان 25، خمسه ما كملوش و20 كملوا. 15 من 20 جابوا السكور، خمسه ما جابوش السكور. طب الخمسه اللي ما جابوش السكور دول يروحوا؟ لا، هم قالوا لهم يا جماعه اللي يقدر يجيب بروجكت في دوله ثانيه يروح. بس وحتى وقت المناقشه ممكن تعملها فيس تو اونلاين. فالناس راحت امريكا وناس راحت كندا وناس رجعت بلدها تعمله. بس الاشراف بيبقى مختلف، لازم تحط الاشراف بتاع ايامز هو الاساس. الايامز هو الاساس، لان انا برضه نفس الكلام، انا الاشراف بتاعي بره ايامز، انا في جامعه ليون، انا جايب البروجكت بره الايامز، فالاساسي هو الايامز. طيب الناس اللي ما جابتش السكور بيعملوا ايه؟ بيدوهم اختيارين. لو انت سكورك وحش قوي هو بيقول لك تيجي على حسابك السنه الثانيه ولا لا. طب انت مثلا جبت 6 ونص ولا جبت مثلا 6 و2 وبتاع، بيديك تكلفه المعيشه بس، بدل ما كان بيديك 700 هيديك 450، هيديك 400، هيديك 500، وهكذا. تمام، متشكرين يعني بجد. انت انا اللي اوفيت متشكر ليك الموضوع يا ده، دكتور بس انا حابب عمار. بس اضيف في حته الموبيليتي. معلش انا اسف اني قاطعكم، اتفضل. عايز انت بس حابب يعتبر اضيف انت حته. اللي خدت التجربة دي. انت تقريبا خدت سنة انا في كنت ايطاليا موبيليتي وسنة في مصر. بالظبط. تمام. هي بتختلف أو مبدئيا بتختلف من معهد لمعهد. وفي ناس يعني بيتعمل الطريقه دي، مثلا بيبقى حد جايب سكور اللي ما اهلوش، هم مثلا قرروا ان هم ياخدوا 10 السنه دي، معاهم بروجكتس ل 10 وسكور ما اهلوش، فبيكون ده حل لما يكونوا شايفين حد فيه منه امل كده، يعني خلينا نقول. احيانا بيبقى اصلا هو في السنه دي مثلا في مشروع في مصر، بالتعاون مع مصر على امراض التعافي البني، على ايوه مش ايوه، عارف توست النخيل الحمراء. هو كده كده في بروجكت حاصل، فهم ده عارفين حقيقي. اساسا من الاول ان الناس اللي من مصر منهم واحد هيشتغل على البروجكت ده في مصر. مم. وفي الحاله دي مش دايما عيب ولا دايما ميزه، وعلى حسب، لان هو كده كده بياخد نفس المميزات. مم. بس ما آه، بياخدش منحه، ما بياخدش. لا مش انا كنت باخد منها في مصر. لا، ما ادام عشان كده بقول لك المنحه، بتفرق ما هي من دي بقى معهد النقطه اللي لمعهد. كانت عندنا. النقطه مهم. اللي اتفضل. كانت عندنا في الايامز، زمايلنا اللي طلعوا كلهم المنحه في اسبانيا بس. هم سالوهم حتى، يعني انا كنت معاهم ساعه ما كانوا بيسالوا، قالوا لهم احنا عاوزين منحه حتى لو بارشل حتى. مهم. قالوا لهم لا، المنحه في اسبانيا بس. عشان كده انا حبيت اضيف الاضافه دي، ان مش دايما الموبيليتي ان هي من غير منها. مثلا في مم. حاله سيام باري الموبيليتي بياخد منها عادي جدا، بيبقى في مصر جميل خالص. وبياخد المنحه بتاعته. و مم. يعني من غير اي بروسيس بتاعه. طب انا مش جايب، لا عادي، هو بيتاهل اساسا للسنه الثانيه، واللي تاهل له السنه الثانيه بيقرروا مين هيشتغل على حسب مثلا باك جراوند، مين هيشتغل هنا على حسب البروجكت المناسب لهنا، مين عنده باك جراوند قريبه اكتر من المشروع اللي في مصر يشتغل عليه. وفي الحاله دي بياخد المنحه في مصر. فيعني بتبقى كيس باي كيس، يعني بتبقى دايما زي ما حضرتك ذكرت. وبس، وربنا يوفق الجميع. وانا بشكر بالمناسبه عمار جدا 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 يا دكتور عمار، يعني مم. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. مبادره حلوه انا مبسوط بيها، وان شاء الله نكون قدرنا ننفع الناس يعني. انا كمان مبسوط، يعني انا حابب اولا اشكر عمار ان عمار بيفكر بالفكره دي من ايام ما شفنا بعض في زراجوزا من زمان. ساعه ما كنا مع بعض في زراجوزا، بس هو عشان كان مشغول بالمناقشه وبتاع. وبرضه بعتذر لان انا كنت فاكر ان في فرع لسيام لان انا بحثت عنها. انا بحثت بناء على باك جراوند واحد مكلمني ان هي في تشاينا، فاما بحثت كتبت سيام ان تشينا بالاسبانيش او بتاع، فظهر لي ده. انا ما خدتش بالي، ان هو بتاع اليونان. انا اتمنى ان يكون الناس اشتركت. انا يعني كده كده الاكونت فيس بتاعي كل الناس عارفاه.
هو ان شاء الله انا كده كده الإيم- هحط لوسائل التواصل الايميلز. بتاعتكم برضو للناس، بحيث لو حد حابب يسأل اكتر من كده، لان انا حابب طبعا. اوقف عند هذا الحد معذرة. فهحط اللينكات بتاعت الاكونتات الشخصية مثلا بتاعت لينكد ان مثلا او بتاعت الفيسبوك على حسب ما انتوا انا تحبوا. ما عنديش مشكله، الفيسبوك تمام. او فلو لينكد حابب ان واحد، يعني انا ما عنديش مشكله. تمام. فلو حابب يسأل سؤال معين مفيش مشكلة، بس حابب انهي بكلمة أخيرة. يعني دي مش نصيحة، هي بس معلومات عامة. لو انت ايا كان هتقدم من الدولة هتقدم عليها، سواء كانت فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، اليونان، اهم حاجة في القصة دي يعني، او معلومة المفروض تبقى موجودة في جنرال يعني ايا كانت الدولة انت مختارها. لغة الدولة مش حاجة، مش من الرفاهيات. حتى لو كانت لغة الدراسة بتاعتك هي لغة مثلا صحيح. بالإنجليزي أو بلغة مختلفة. رحت أسبانيا اتعلم أسباني، رحت إيطاليا اتعلم إيطالي، وهكذا يعني. اعتبرها حتى لو أنت ضاقت بيك الدنيا في المستقبل ممكن تشتغل بيها يعني. يعني لو أنت حتى ايوه. ما كملتش المجال الأكاديمي ده ممكن تشتغل بحاجة زي كده. الحاجة التانية المهمة، اعرف حقوقك. يعني اقرأ شوية في القوانين بتاعت الدولة دي، واعرف انت ايه اللي ليك وايه اللي عليك. زي مثلا يعني هل يعني إيه مثلا اقل حاجه اضعف الايمان، ايه ارقام الطوارئ اللي في البلد دي، لو حصلت مشكله مين اللي اتصل بيه. الحاجات دي حاجات اساسيه. مم. تمام. تالت حاجه اهم طبعا، انا بشارك المعلومات دي من يعني جنرال، ومهاب كان باعت لي شويه حاجات اركز عليها. تاني حاجه، انت اصلا رايح ليه؟ يعني انت اصلا قبل ما تروح، انا رايح ليه؟ هل انا رايح عشان اكمل الدكتوراه؟ هل طب انا رايح عشان اكمل في مجال الشركات بعد كده؟ فهدفك من الدكتوراه، انت مش رايح عشان تمشي من البلد وخلاص، لا انت رايح في ضريبه هتدفع. يعني انت رايح في غربه، الغربه دي لها ثمن. فانت بتحدد هدفك من البدايه، انت رايح ليه. طب انا عاوز آه، اسالك سؤال يا عمار في الحته دي. المنحه صعبه؟ يعني صعب ان انا احصل على منحه؟ صعبه، مش صعبه. هي زي ما احنا قلنا في الاول خالص، هي تنافسيه. فانت تجتهد في دراستك طبعا بحيث انك تجيب تقدير كويس، تجتهد شويه انك تتعلم شويه لغه، تجتهد شويه انك تحاول تجيب تريننج او حاجه خاصه بمجالك بحيث انك تزود فرصك. لكن الميزه بتاعتها، وعشان كده احنا ركزت على منحه السيام بالذات، ان انت كام دوله اللي بتنافسوا معاك هم دول حوض البحر المتوسط فقط، مش دول العالم كلهم. اقصد يعني وبز... تبقى توجه عند الطلبه والثقافه، يعني الثقافه دي كانت عندي وانا طالب، اللي انا لازم احصل على منحه تختلف. ماجستير. اه بس بتختلف من شخص اقصد ان لشخص الظروف يعني. دلوقتي، انت عشان تعمل ماجستير في مصر، اولا عشان تروح تشتغل مهندس او تشتغل كيمست او تشتغل اي تخصص ليه علاقه بتخصصك، شوف السالري كام، وشوف تكاليف حياتك ايه، وانت عاوز توصل ازاي. فالمنحه فرصه جميله قوي انك كلامك تطور مظبوط. نفسك وتجيب مستقبل. بس كمان انا في بس النقطه كل دي، كل اللي اقصد. الموضوع المالتي ديسيبلينري ساينسز. طالبه سائله الموضوع ده، انا جاوبته على جروب، بس مش عارف مين كان ساله لي على جروب عندي على الواتساب. بس السؤال ده بيتكرر لي قوي، واتمنى انك تجاوب عليه يعني عشان ما اقطعكش تاني. اللي هو في سؤال في الشات دلوقتي، لو انا دلوقتي انا بتاع بايو تكنولوجي وحابب الميكروبيولوجي او حابب الجيناتكس، ورحت ادرس بلانت جيناتكس زيك، يعني انت راجل بتاع بايو تكنولوجي ودرست بلانت جيناتكس ودلوقتي ما شاء الله عليك في الانرا، فقول لهم هل في تعارض بين الحاجات دي؟ هو مش تعارض، هي اصل متكامله برضه مع طلبه بعضها. يعني انت كتير لو طلبه كتير ما تعرفش حقيقه العلم اللي هو بيدرسه. يعني انا هو انت بتاع لو تغذيه حيوان، هل تغذيه حيوان ده مالتي ديسيبلينري ساينس؟ يعني اقدر في علم يخش فيه تاني، او هو يخش في علوم تاني او هكذا. تمام. هو انا انت انا لو بس هو ده اللي كنت دارس حابب، اخر حاجه يعني اخر جيناتكس حاجه. او مايكروبيولوجي، سواء درست بايو تكنولوجي، سواء طالما انت عندك البيزك ساينس، انت حتى لو خريج انتاج نباتي، انتاج حيواني، انت درست بريدنج، درست جيناتكس، درست وراثه، درست برامج تربيه، عندك الاساس العلمي اللي يأهلك ان انت ممكن تروح تدرس العلم ده. فطالما عندك الاساس العلمي، يعني حتى في كليه الزراعه دايما في كده اول سنتين بتاخد كورسات اساسيه مشتركه من جميع العلوم وجميع الاقسام، سواء ايا كان بقى انتاج حيواني، انتاج نباتي، علوم اغذيه. في مواد زي بايو كيمياء حيوي، كيمياء عضوي، وراثه، كل الكلام احنا خدناه كلنا، احصاء، كل الكلام ده تقريبا خدناه. فكل ده الاساس العلمي اللي بيأهلك لدراسه اي منحه. فبس حاجه اخيره عشان انا ما نطولش. هي الطالبه بس يا دكتور عمار، الطالبه بتقول لك هي خايفه. انا فاهمها كويس. هي خايفه لو خدت مثلا، هي بتاعت جيناتكس وخدت بلانت بريدنج او انيمال بريدنج، ما تعرفش تعمل دكتوراه في نفس التخصص بس في مكان في اريا ثانيه. هو زي ما مهاب قال ساعتها، قال لك هي اقدار دراستك، اجتهادك، توفيق. زي مثلا مش مهندس هشام في الاول خالص قال لك انا قابلت حد
فساعدنا افتح مشروع. مثلا حد تاني قابل حد خلال الماجستير خلاه يروح ميديكال، فهي اجتهاد واخطاء. التخصص اقصد يعني التخصص مش بيوقفها، يعني الماستر اللي لا هتعمله لا ده مثلا، يعني بتاع واحد عاوز يعمل انيمال بريدنج وعاوز يشتغل يكمل في وراثه هيقدر، انما مش واحد اجرو ماركتنج وعاوز يعمل دكتوراه في الوراثه، هل ده ينفع؟ لا، لان هو الماركتنج مش صعبة مالتي طبعا. ديسيبلين. ها، مظبوط. مظبوط، صعب فعلا. هي دي الفكره، هي الطالبه ما تخافش او الطالب ما يخافش. انت راجل، انا بتاع انيمال نيوتريشن. انيمال نيوتريشن هي باي كيمستري اساسا، هي كيمياء حيوي، م. واحنا بنتعامل مع حيوانات مقتره، رومانيتس دول عندهم كرش، مايكروبيوتا، الميكروبيولوجي. طب احنا بنشتغل نيوتروجينوميك ونيوتروجيناتكس وجين اكسبريشن، يبقى انا هل معنى ان انا متخصص مايكروبيولوجي؟ انا مش متخصص مايكروبيولوجي، بس لازم يكون عندي الاساسيات دي. هو بقى بتاع البايوتكنولوجي بيجي يشتغل في الحته بتاعته هنا، ويجي يروح يشتغل في الحته بتاعته هنا، ويروح يشتغل زيك انت. انا حبيت انك بتتكلم عشان مظبوط تبين لها مظبوط. انك راجل بتاع بايوتكنولوجي بتاع جيناتكس، واشتغلت في البلانت ورحت، انا مش عارف الاريا تمام. وفي بتاعتك ناس عباره كمان عن درست انيمال بريدنج، في ناس درست انيمال بريدنج خارجين باي تكنولوجي، في ناس درست هورتي كلتشر خارجين باي تكنولوجي، في ناس تخصصت في مايكروبيولوجي خارجين باي تكنولوجي. بس انا بتكلم فيه طالما درسنا كلنا البيزك ساينس، زي ما انت درست في سنه اولى المايكرو، كيمياء حيوي، كيمياء عضوي، احصاء، وتفاضل وتكامل، الحاجات دي كلها هي الاساسيه والمدخل لاغلب العلوم يعني. فبس عشان نلخص القصه كلها، يبقى اهم حاجه اللغه مهمه، هتزود فرصك. اعرف الهدف، انت رايح تعيش هناك ليه، وهتغترب او الغربه دي ليه. والحاجه الاخيره اللي هنختم بيها، يعني زي ما حد بيقول، وانت جاي تجيب معاك ايه؟ تجيب معاك دينك وتحافظ على نفسك. يعني دي حاجه برضو اقرا شويه في الغربه مش سهله يعني، الغربه ليها ضريبه. فحاول تركز شويه في موضوع ان انت تقوي نفسك. مش هقول لك يعني دينيا ودنيويا، زي ما انت اهتميت باللغه، اهتم برضو باخلاقك او بدينك، لان الكلام ده هيفرق معاك جدا لما توصل هناك. لان الحياه هناك على قد ما هي سهله، بتوفر لك حاجات كتير جدا تخلص دراستك، على قد ما هي سهله انك ممكن تضيع في اي وقت يعني. فربنا يوفق الكل. ولو في اي اسئله تانية زي ما قلت هسيب اللينكات، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لمهاب وعرابي وشالوف، واستاذ هشام اللي كان معانا في اول اللقاء. وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا دكتور شكرا يا عمار. عمار، شكرا ليك.